بتبدأ أحداث الفيلم جوه واحدة من أكبر شركات الأسمدة الزراعية. الشركة كان مرفوع عليها قضية تعويض بقالها 6 سنين في المحكمة، وفجأة بتعرض تسوية على أهل الضحايا بعد ما اتأكدت إنها هتخسر القضية وهتسبب لها فضيحة كبيرة. مارتي رئيس شركة المحاماة اللي بتدافع عن شركة الأسمدة كان عامل اجتماع لكل المحامين علشان يناقشوا موضوع التسوية. مايكل كليتون كان محامي عبقري، لكن مش من النوع اللي بيترافع في المحاكم، كان بيحل المشاكل ويصلحها قبل ما توصل للمحكمة، وكانوا مسميينه ذا فيكسر. وكان بيقوم بدوره النجم الكبير جورج كولوني. كان سهران لأول مرة من فترة طويلة وبيلعب قمار، وفجأة بيجيله تليفون من والتر زميله في المكتب وبيطلب منه ينقذ واحد من أهم عملاء المكتب عندهم. صدم شخص بالعربية ومش عاوزينه يتسجن أو يتقبض عليه، وأكد عليه العنوان وإنه لازم يركب عربيته ويروح له حالا. وهو على الطريق لاحظ إن جهاز الجي بي اس صورته مش مظبوطة وبتقطع. الراجل كان بيحاول يشرح له إيه اللي حصل، لكن مايكل كان عاوزه ينفذ السيناريو اللي هو عامله واللي فيه مصلحته. وهو ماشي تاه لأن جهاز الجي بي اس كان عطلان. مايكل كليتون كان محامي عبقري واشتغل في مكتب المدعي العام، بعد كده استقال واشتغل مع مارتي في مكتبه، وكان حاسس إنه خسر كتير لما ساب مكتب المدعي العام ومبقاش يترافع في القضايا زي أي محامي. وفجأة شاف 3 خيول واقفين بين الشجر وكأنها لوحة مرسومة بريشة فنان. نزل من العربية وقرب من الخيول، حس إنه كبر وعجز زي الخيول دي وما بقالوش دور. وفجأة العربية بتاعته بتنفجر والخيل بتهرب وبتجري بعيد. وبنرجع بالأحداث 4 أيام لورا. هنري ابنه الوحيد كان عايش مع أمه وجوزها، كان ولد ذكي وبيحب القراية جدا، ومايكل كان دايما بيوصله للمدرسة كل يوم وبيدردشوا مع بعض، وكان بيشوف فيه نفسه زمان. هنري حكاله عن كتاب خيال علمي للأطفال فيه أبطال خارقين بيواجهوا قوة خفية بتحاول تسيطر على العالم. الولد كان بيتكلم بحماس كأنه مصدق كل كلمة في الكتاب. هنري قال له إن ساب له نسخة من الكتاب وعاوزه يقراه. مايكل كان فاتح مطعم صغير هو وأخوه تيمي، وخسر كل فلوسه فيه بعد ما تيمي صرف كل فلوس المطعم على الإدمان وبقى مديون بمبلغ كبير. باع محتويات المطعم في المزاد العلني وبقى عليه لسه 75,000 دولار. محدش كان مصدق إن مايكل كليتون بعد كل السنين دي معهوش 75,000 من المحاماة. راح المكتب وبدأ يستقبل الاستشارات والقضايا ويحولها لمكتب مارتي. كارين كانت المديرة التنفيذية الجديدة لشركة الأسمدة، كانت دايما تحت ضغط وبتحاول تثبت كل يوم إنها تستاهل المنصب ده. وطبعا مهما عملت رؤسائها كانوا بيحسسوها إنهم مش راضيين عن أدائها علشان ياخدوا منها أكتر وتفضل طول الوقت تحت الضغط وما تطالبش بزيادة ولا مرتب كبير. كانت بتعمل بروفا لنفسها قبل المقابلة التلفزيونية علشان ما تغلطش، وهي في المقابلة السكرتيرة بتدخل عليهم لأن في كارثة حصلت. آرثر محامي الشركة قلع هدومه في المحكمة وهي بتناقش قضية التعويض، وطلبوا من مايكل يسافر له علشان يشوف ايه حكايته، لأن كده شركة الأسمدة أكيد هتخسر القضية وموقفها بقى سيء جدا. آرثر كان أشهر وأفضل محامي في شركة مارتي. فجأة حس إنه اتخنق من جو الفساد اللي عاش فيه طول عمره ومن القضايا اللي كان بيكسبها وبيطلع المجرمين براءة. مايكل كان فاكر إن آرثر جات له أزمة نفسية وهيبقى أحسن لما ياخد العلاج بتاعه. آرثر كان معجب ببنت اسمها آنا، بنت ريفية بسيطة والدها مات بسبب الأسمدة المسرطنة اللي الشركة بتنتجها. قال لمايكل إنه أول مرة يشوف ناس حقيقيين كلهم طهر وبساطة وتحضر، ومش مصدق إنه طول الوقت ده كان بيشارك في قتل الناس دي علشان بس رصيده في البنك يزيد. كارين شافت فيديو جلسة المحاكمة وشافت آرثر وهو بيقلع هدومه، وقال لآنا إنه بيحبها. الصدمة كانت على وشها وما كانتش عارفة هتخرج من الورطة دي إزاي، وعرفت إن شركة المحاماة بعتت واحد اسمه مايكل كليتون علشان ينظف الفوضى اللي آرثر عملها، وجابوا تاريخ حياته كله. والده كان ضابط وليه معارف كتير في الشرطة، وبالرغم من كل السنين دي لسه موظف عادي وملوش أسهم في الشركة. كارين اتفاجئت إنهم بعتوا واحد عادي في قضية كبيرة بالشكل ده. مايكل خرج آرثر من الاسم وراح بيه الفندق، وقال لباقي المحامين إن آرثر بيعاني من صدمة عصبية مؤقتة وهيرجع لحالته الطبيعية بمجرد ما ياخد العلاج بتاعه. وسأل عن الشنطة اللي كانت مع آرثر، قالوا له إنها اختفت. هنري اتصل بوالده في الفندق وآرثر هو اللي رد عليه، والولد حكاله نفس الرواية اللي حكاها لأبوه، لكن آرثر كان مندمج في الحدوتة ومهتم بيها جدا وكتب اسمها علشان يشتريها. كارين قابلت مايكل وكانت غضبانة من تصرفات آرثر وعاوزة تخليه يسيب القضية لأنها مش عارفة هتقول ايه لرؤسائها بعد الفضيحة اللي عملها. مايكل كان من نوع الموظفين اللي بيشيلوا الشركة على أكتافهم وفي الآخر بيفضل محلك سر وبيبقى مكسوف حتى وهو بيطالب بحقه. لما
ولما وصل الفندق أرثر كان بيكلمه عن آنا، وقال لمايكل لازم تفوق لنفسك وتعيش بطريقة أحسن من كده، وإلا هتفضل طول عمرك تشيل أخطائهم وفسادهم. شنطة أرثر وصلت لكارين واتصلت بدون رئيسها في الشغل، بعتها لواحد اسمه فيرن كان عنده شركة أمن خاص وقاتل محترف، وكان قدامها على المكتب تقرير من معمل الشركة وماضي عليه دون رئيسها. التقرير كان بيقول إن الأسمدة والمبيدات اللي بتستخدمها الشركة بتسبب مرض السرطان وأمراض تانية خطيرة بتؤدي للوفاة المؤكدة. مايكل عرض شقته للإيجار علشان يقدر يسدد باقي الديون اللي عليه. بعد كده دخل يصحي أرثر، لقاه قافل على نفسه الأوضة وكان خايف أحسن يكون انتحر. كسر الباب ولقاه اختفى وسايب له رسالة على الحيطة إن اللي هو فيه ده مش نوبة جنان. كارين ودت التقرير لمارتي واندهش إن عليه توقيع المدير العام للشركة. كارين قالت له إزاي التقرير ده وصل لأرثر. مايكل بيوصل وبيقول لهم إنه اختفى فجأة ومش لاقيه. مارتي قال له إن شركة الأسمدة مرعوبة أحسن يكون عنده مفاجآت تانية ولازم نطمنهم إنه تحت السيطرة. أرثر حس إنه حر أخيرا وفاق لنفسه ومشي بين الناس علشان يحس إنه بقى طبيعي زيهم. فيرن ورجالته كانوا على طول مراقبينه، وبعت رجالته دخلوا شقته وفتشوا كل ركن فيها وزرعوا جواها ميكروفونات. مايكل شاف الكتاب اللي ابنه سابهوله في الشقة، اتصل بأرثر في بيته وساب له رسالة. أرثر وهو ماشي شاف إعلان للشركة، والطفل اللي في الإعلان خلاه يفكر إنه لازم يفضحها ويحاربها. اتصل بآنا وعزمها تيجي نيويورك على حسابه لأنه بقى في صفها في القضية، وشبهها بالعدسة اللي بتخلي الإنسان يشوف الحاجات على حقيقتها وبوضوح. مايكل قعد مع محامي الناس اللي ليها عنده فلوس وقال له إنه قدامه أسبوع مهلة أخيرة لأن الناس عاوزة فلوسها. راح لمارتي بيته علشان يطلب منه فلوس لأول مرة. مارتي قال له إن أرثر هيرفع قضية على شركة الأسمدة ومعاه مستندات خطيرة، واتصل بآنا وبلغها بالكلام ده. مايكل طلب منه الفلوس وهو منفعل لأن محدش بيقدره والمفروض ما كانش يحتاج يستلف المبلغ ده أصلا. راح لأرثر بيته لكن ما كانش موجود، وهو ماشي بالعربية شاف أرثر جايب فينو طازة من الفرن ومستمتع بحياته الجديدة. مايكل قال له لو عاوز تسيب القضية سيبها لكن ما تتصلش بآنا علشان ترفع لها قضية على الشركة. أرثر اتفاجئ إنه عرف بموضوع آنا وعرف إنه متراقب وبيتجسسوا على تليفوناته. مايكل ما كانش يعرف بموضوع فيرن وشركة الأمن الخاصة، وقال له أكيد آنا هي اللي بلغت المحامي بتاعها وهم اللي نشروا الخبر وبيضحكوا عليه دلوقتي. وقال له أنا مش العدو بتاعك. أرثر قال له أمال أنت مين؟ بعد ما مشي مايكل قعد يفكر في كلمة أرثر، هو مين فعلا وفي صف مين؟ أرثر سجل إعلان الشركة على شريط وحطه في جهاز التسجيل وشغله باستمرار، واتصل بكارين ومديرين شركة الأسمدة وسمعهم التقرير اللي معاه وكأنه بيترافع قدام المحكمة ومتأكد إنه هيهزمهم بالضربة القاضية. كارين سمعت الرسالة اللي سابها لها على التليفون وخافت على مستقبلها في الشركة. قابلت فيرن وطلبت منه يتصرف ويحتوي الموقف، ولما حتله انه يخلصها من أرثر طلب منها تستأذن من دون رئيسها في الشغل، لكنها رفضت وقالت له ان هي اللي بتتصرف. خوفها من الفشل كان هو مصدر الشر اللي جواها. مايكل كان بيحتفل بعيد ميلاد والده ومعاه ابنه هنري. اخوه فرانك كان ضابط شرطة زي والده وكان دايما بيلومه انه تخلى عن مبادئه كمحامي. أرثر وهو خارج من بيته علشان يستقبل آنا في المطار صعقوه بالإلكتريك وشالوه دخلوه الحمام وقتلوه بكل احترافية بحقنة سامة في رجله، وفضلوا معاه لحد ما تأكدوا انه مات. مايكل سلم على اخواته ولما خرج هو وابنه هنري قابلوا اخوه تيمي، اعتذر له انه هو السبب في كل الديون اللي عليه وقال له انه بطل كل حاجة وكان بيبكي. مايكل ما كانش عاوز ابنه يسمع الكلام ده عن عمه، وقف بالعربية وقال له ده لحظة ضعف من عمك، وكان خايف على ابنه وقال له انت اقوى مننا كلنا. وبعد كده بيجيله تليفون وبيبلغوه ان أرثر مات. الضابط قال له ان الجيران اشتكوا من المية اللي نازله عليهم من شقته وكل الابواب والشبابيك كانت مقفولة والحبوب المهدئة كانت على الارض في كل مكان، وقال لمايكل انها قضية انتحار واضحة. كان حزين جدا وبيبكي على أرثر، وكل اللي في شركة المحاماة كانوا زعلانين وخصوصا مارتي لان التلاتة كانوا اصدقاء جدا. مارتي قال له انه مش مصدق انه انتحر من غير حتى ما يسيب رسالة. مايكل كان مستغرب وقال له فجأة كده يقرر ينتحر بعد ما كان سعيد بحياته الجديدة. مارتي قال له هي دي النفس البشرية اللي مليانة بالغموض. وهم بيتكلموا دون رئيس شركة الأسمدة اتصل بمارتي وقبل يعمل تسوية، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم. مايكل اتصل بآنا واختها ردت عليه بغضب وقالت له ان آنا موجودة في نيويورك ومحدش اخدها من المطار والبنت لوحدها في الفندق. راح الفندق اللي آنا نازلة فيه وفيرن كان دايما سابقه
سبقه بخطوة. خبط عليها الباب وفتحت له وهي خايفة. قالت له هي بتعيط إن أرثر قال لها إن معاه مستند هيخليهم يكسبوا القضية، وعرف منها إنها ما قالتش أي حاجة لأي حد، واتأكد إن كلام أرثر حقيقي وإنهم كانوا بيراقبوا تليفونه. راح لأخوه فرانك الضابط وطلب منه مذكرة زي اللي على باب أرثر. فتح الباب ودخل، وفيرن ورجالته كانوا مراقبينه. دور في كل مكان وفتح التلاجة ولقى فيها إزازة كحول وكاسين. كان واضح إن أرثر مجهز نفسه علشان يستقبل آنا. شاف الكتاب اللي ابنه هنري مغرم بيه، وشاف فقرات من الكتاب أرثر معلم عليها، وفجأة وقعت ورقة من الكتاب، ولما فتحها لقاها وصل من مكتب طباعة وتصوير. حطها في جيبه، وبعد كده الشرطة بتدخل وبتقبض عليه. أخوه فرانك خرجه من القسم، وكان طبعا موقف محرج بالنسبة له، وكان متضايق من مايكل وتصرفاته كالعادة. مايكل قال له مين اللي اتصل بالشرطة؟ أكيد في حد كان مراقبني. لكن فرانك حتى ما حاولش يسمعه. راح مكتب التصوير ولقى الموظف جايب له صندوق مليان ملفات متصورة ومتجلدة. فتح الملف ولقى تقرير المعمل عن منتجات شركة الأسمدة. أرثر صوره وطبع منه آلاف النسخ، وزود عليه فقرات من الكتاب وسماه بنفس الاسم. مايكل قال للموظف إنه هيجي ياخد باقي الصناديق الأسبوع اللي جاي. فيرن اتصل بكارين وقال لها على اللي حصل، وفي نفس الوقت مايكل كان واخد نسخة ورايح بيها لمارتي. مايكل قال له إن أرثر اكتشف حاجة ضد شركة الأسمدة. مارتي قال له إيه اللي فيها؟ كلنا عارفين من أول يوم إننا بنداري عليهم، وده شغلنا اللي بنقبض عليه فلوس. واداله شيك بالفلوس اللي كان طالبها منه، وقال له إن عقده اتمد بنفس مرتبه من غير أي زيادة. وشاور لشريكه باري علشان يقول له الكلام اللي هو محرج يقوله له كعادة أصحاب العمل. باري قال له العقد الجديد فيه بند بأثر رجعي إنك تحافظ على سرية المعلومات، يعني بيقولوا له ما تفتحش موضوع أرثر. حط الشيك على الملف وحطهم في جيبه وخرج من المكتب. الفيلم ده من أكتر الأفلام الصادمة، يمكن لأنه واقعي بشكل مخيف، وبيناقش المطحنة اللي الناس بتعيشها كل يوم علشان الوظيفة ولقمة العيش، والمبادئ والقيم اللي بتقع كل يوم علشان المادة. سدد ديونه وراح يلعب زي زمان. فيرن بيفتح عربية مايكل وبيلغمها كلها، وبيحط قنبلة ورا جهاز الجي بي اس، وبيجيله التليفون من زميله ألبرت اللي كان في أول الفيلم. خرج وركب عربيته، وجهاز الجي بي اس كان عطلان وبيقطع. كانوا بيحاولوا يفجروا القنبلة عن بعد، لكن مايكل كان ماشي بسرعة عالية والإشارة كانت ضعيفة. بعد ما خلص المقابلة وخرج تاه من غير الجي بي اس، وأخد طريق تاني ومعرفوش يوصلوا له، وقابلوه وهو ماشي لكن تاه منهم وبعد. ولما نزل من العربية وقرب من الخيل كانوا هم بيقربوا منه لكن ما كانوش شايفينه، وقرروا يفجروا القنبلة وشافوا العربية وهي بتنفجر. مايكل قرب من العربية ورمى فيها بطاقته وأوراقه والساعة وكل حاجة، وجري في الغابة زي الخيل ما جريت. بعد كده أخوه تيمي عدى عليه وأخده معاه بعيد، والكل افتكر إنه مات. كارين كانت بتجهز نفسها علشان هتقابل مجموعة من المستثمرين اللي هيضخوا أموال جديدة في الشركة، وكانت بتعمل بروفا كالعادة علشان ما تغلطش في أي كلمة. الفيلم اترشح ل6 جوائز أوسكار، وتيلدا سوينتون فازت بجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة مساعدة عن دورها. وبعد ما خلصت وخرجت بره القاعة مايكل نده عليها. جورج كلوني اترشح للأوسكار عن دوره في الفيلم ده، وكنت شايف إنه فعلا يستحق الجائزة لأنه قدم أقوى أداء ليه على شاشة السينما. وراها نسخة من التقرير وقال لها انت اللي ورا قتل أرثر، وهي برضو اللي حاولت تقتله، وطلب منها 10 مليون دولار علشان يسكت. لما دون نده عليها وافقت على طلباته علشان أمرها ما يتكشفش. دون طلب له الأمن لكن اللي دخل كانت الشرطة. كل الحوار اللي دار بينه وبين كارين كان متسجل. سلم لأخوه فرانك الموبايل، وكارين وقعت على الأرض من الصدمة. دورها انتهى لكن هيجي غيرها ويدور في نفس الساقية ويكون كبش فدل الكبار. بعد كده خرج من الشركة وركب التاكسي وطلب من السواق ياخده في جولة علشان يشم هوا نضيف لأول مرة من سنين. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.